كابتن تيمومي حبيبي، حبيبي اخبارك؟ صحة. الحمد لله رب العالمين. وحشني. الله يبارك فيك، الله يجزاك الله خير. ايه الجمال جزاك ده الله بتاع خير. المغرب النهارده، والله متعتونا كوره واداء وملعب وجمهور كل حاجه. الحمد لله الحمد لله. وهذا شوف الحدث هو اللي كيلزم على المنتخب المغربي باش يسير المسيره ديالو ايوه ويحقق النتائج الايجابيه. يمكن كانت عنده يعني في مباراه المالي كانت صعبه شويه، وكان لان الفريق المالي كان متعود انه يكون حاضر دائما في الكؤوس الافريقيه، ومنتخب اللي الكره الماليه ما قدمت لاعبين كبار، يعني باقي الارشيف ولا التاريخ تيشهد بهم. فكان لقى المنتخب المغربي لقى صعوبات في هذه المباراه هذه، ولكن اليوم اكد الحضور ديالو وعلى مستوى تكتيكي على مستوى فني، وكانت الاهداف في المستوى الكبير. تحب تقول ايه للناس اللي انتقدت بعض الشيء رجراجي في المباراه الاولى والثانيه؟ حبيبي هو الانتقاد دائما كيبقى مستمر، يعني ولو تفوز بكاس العالم، يعني كيمكن يكون كاين اللي مساندك وكاين اللي ضدك، يعني هذه مساله عاديه ومساله لا في الاختيارات لا في الجانب التكتيكي اللي كتوظفوه داخل المباريات، يعني كيكون دائما يعني كاين اللي معاك واللي ضدك، فهذه ربما هو متفاهمها، وليد لازم متفاهم هذه الامور هذه. طيب واللي جد يعني صعب الامور هو انه هذه الكاس الافريقيه تتقام في المغرب. تمام. المفروض عليه باش يفوز باللقب الثاني بعد 50 سنه، يعني المسؤوليه ماشي سهله. ايوه لا بالنسبه ليه ولا بالنسبه للاعبين. كابتن تيمومي. ايوه نعم حبيبي. كابتن تيمومي، رايك في اداء منتخبنا الوطني بقياده العميد الكابتن حسام حسن؟